عمرنا بنسمع المثل الشعبي اللي بيقول ابن الوز عوام، لكن النهارده انا عايز اقول لك ان ابن الوز ما طلعش عوام خالص. ده طلع بيطير وبيعمل حاجات لا ابوه ولا غيره قادرين عليه فيها. كلامنا النهارده على مصطفى شوبير الشهير بأوفا. ابن الوز عوام وبتاع انا ابن الوز عوام. انا ابن الوز عوام، وانا هوريكم ابن الوز عوام ده هيعمل ايه او هيخليكم تتكلموا عليه ازاي بعد فتره ومش كبيره ان شاء الله. انا هعرف ارد على الناس دي كويس ازاي. وافتكروا الاسم ده مصطفى شوبير. الوحش بنفسه يتحدى قلبه جايبه يتحدى انا الجديد انا الاحدث مشغولش بالي. صحينا كلنا من كام يوم كده على ترشيحات جوائز الكاف الخاصة بموسم 2024، والمفاجأة اننا لقينا اوفا مترشح لجوائز لا تعد ولا تحصى. خد عندك يا سيدي جايزة احسن لاعب داخل القارة. يا عم والله ما سمعت غلط، ايوه حارس مرمى مصري مترشح لجائزة احسن لاعب داخل القارة. وبينافس مين؟ بينافس حسين الشحات وزيزو والعقرب الجنوب افريقي ويليامز حارس سان داونز. تاني الجوائز المترشح ليها اوفا هي جايزة احسن حارس داخل القارة، ولعلمك هو العربي الوحيد اللي مترشح للجايزة دي. اوفا قدر يدخل ينافس على كل الجوائز دي وهو لسه عنده 24 سنة وما لعبش 10 ماتشات على بعض كده في دوري ابطال افريقيا. واضح فعلا ان اوفا بر بوالدته زي ما بيظهر دايما، وكمان وش العروسة شكله حلو عليك يا عم اوفا. خليني اقول لك ان يوم 16 ديسمبر اللي جاي في مدينة مراكش في المغرب هنقدر نعرف اوفا شوبير قدر يفوز بكام جايزة من الجوائز المترشح لها. قول لنا بقى في الكومنتات، هل ابن الوز عوام فعلا؟ وهل هيقدر يفوز بالجوائز المترشح لها ولا لا؟ استنى رايك في الكومنتات. لابد ان تدخل هذه الفكره يعني قاموس الجماهير العربيه. خطيره وجول، مش ممكن يا شوبير. شوبير جاب راجل مصطفى شوبير، مش ممكن هذه الضربه. فماش تسلل يضرب الكره زولا حتى حسوني جول، حسوني كوب.